السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، هنشرح مع بعض أول حصة وأول درس في المنطق. بندرس المنطق لأول مرة. يعني إيه منطق؟ شوف كده، لما حد يكلمك في موضوع وتقول له أنت كلامك منطقي، يعني إيه كلامك منطقي؟ يعني كلامك كده إيه؟ صادر عن العقل. تمام؟ بني آدم عاقل كده إيه بيتكلم كده، كلامه موزون وكلامه يتصدق، وكلامه إيه؟ مبني على أدلة ومبني على واقع احنا عايشين فيه. يبقى إذن هنا المنطق، لما بقول لحد كلامك منطقي يعني كلامك صادر من العقل. تمام؟ كلامك طالع من واحد ايه؟ عاقل كده. فالمنطق لغويا لما نفتح المعاجم العربية واللغوية هنلاقي ان كلمة المنطق لغويا مشتقة من الكلمة اليونانية لوجوس، والتي تعني العقل. تمام؟ أو في اللغة العربية عندنا هي الكلام الصادر عن العقل أو التعقل. فده المعنى اللغوي. واحد كلامه صادر من عقله، كلامه منطقي، كلامه يتصدق. تمام؟ مبني على أدلة سليمة. تمام؟ طيب ده بالنسبة للمعنى الايه؟ اللغوي. بالبلدي كده كلام صادر عن العقل وكلام يتصدق وكلام مبني على أدلة منطقية. طيب علماء المنطق بيقولوا ان علشان كلامك يكون صادر من العقل ويتصدق ويبقى مقنع للآخرين لازم تمشي على قواعد المنطق وتستخدمها وتلتزم بيها في كلامك علشان كلامك يبقى عقلاني ويتصدق. تمام؟ وكلامك يبقى مقنع. فبيقولوا ان المنطق هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. يعني التزم بقواعد المنطق في تفكيرك، كلامك هيبقى عقلاني، كلامك هيتصدق، كلامك هيبقى مبني على أدلة صحيحة، كلامك نسبة الخطأ فيها هتبقى ضعيفة جدا وممكن تكون معدومة. القواعد دي على فكرة يا جماعة مستخدمة في كل مجالات العلم والحياة. يعني الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضة، علم النفس، كل العلوم اللي بنستخدم فيها قواعد أو مبادئ. من اللي وضعها؟ اللي وضعها علم المنطق. طب القواعد دي وظيفتها إيه؟ بتخلي الأخطاء قليلة، بتقلل الأخطاء إلى درجة كبيرة. طيب ده المعنى اللغوي والمعنى الاشتقاقي. يبقى إذن هنا المعنى اللغوي كلمة صادرة من العقل أو كلام صادر من العقل. أما المعنى الاصطلاحي علم بيدرس قواعد عامة للتفكير الصحيح. يبقى إذن لو جالي سؤال قال لي المنطق هو كلمة، ماشي، او المنطق هو العقل او هو التعقل او اللي هو الكلام الصادر عن العقل، نختار في التعريفات المعنى اللغوي. لو قال لي هو العلم الذي يدرس المبادئ او يدرس القواعد او يدرس القوانين التي تعصم الفكر من الخطأ، هنا نختار التعريف الاصطلاحي. تعالوا نشوف السؤالين دول. بيقول لي في رقم واحد عرفه كنز بأنه العلم الذي يبحث في مبادئ الفكر الصحيح. مبادئ اهو، قال لي مبادئ، قواعد، قوانين، يبقى هنختار المعنى الايه؟ الاصطلاحي. تمام؟ طيب نروح بقى للسؤال الثاني. بيقول لي رقم 2 اللفظ الذي يبين فهم المتكلم للمدركات الكلية. بيقول لي لفظ يعني كلمة. تمام؟ الفاظ او كلمات. ماشي؟ يبقى اذا ده المنطق ايه؟ اللغوي. خلاص كده يبقى احنا عرفنا امتى هنختار المنطق لغويا وامتى هنختار المنطق اصطلاحي. المنطق في حياتنا اليوميه، يعني ايه العنوان ده؟ عايز يقول لك ان الانسان العادي بيستخدم قواعد المنطق دون دراسه. ازاي الكلام ده؟ تعال شوف. لو انت عرفت ان نتيجتك ظهرت بس ما قدرتش ان انت تروح تشوفها، وقابلت حد من زمايلك وزميلك دوت قال لك ان كل المدرسه نجحت، هتستدل ان انت كمان ناجح، مش كده ولا ايه؟ طبعا. يبقى اذا كده انت استخدمت قاعده من قواعد المنطق دون دراسه، وهي ايه؟ وهي ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء الذي يندرج تحته. كذلك باقي الامثله ماشيه على نفس النمط. احنا في حياتنا يا جماعه بنستخدم قواعد المنطق دون دراسه. تمام؟ ومن غير ما نعرف ان هي تبع المنطق. تمام؟ ولذلك بيقول لي هنا خدوا بالكم بقى من الحته ديت. ماشي؟ تساعد دراسة قواعد التفكير السليم على ايه؟ ازالة اللبس. يعني ايه ازالة اللبس؟ يعني هتقلل اخطائك. دراسة قواعد المنطق هتقلل اخطائك لدرجة كبيرة، وهتقدر تميز بين العناصر المتداخلة والمتشابهة. تمام؟ رجال البحث الجنائي بيقدروا يميزوا ما بين المجرم والجاني، بيقدروا يميزوا ما بين الأدلة السليمة والغير سليمة. تمام؟ والوصول إلى النتائج في النهاية بقى، الوصول للنتائج الصحيحة وعدم الوقوع في
الخطأ. تمام. تعالوا نشوف مثال كده. عندما يقوم شخص بعرض وجهة نظره في علاج مشكلة التطرف، فإنك تحلل رأيه وتحدد مدى صحته أو عدم صحته. يبقى إذن هنا بالتحليل وبقواعد المنطق بتقدر تميز ما بين الكلام الصح في المشكلة ديت والكلام الغير صحيح. طيب نروح لنشأة المنطق وتطوره، تاريخ المنطق. تمام. يعني ايه نشأة المنطق؟ تمام. يعني امتى بدأ المنطق؟ ماشي. امتى بدأ الفلاسفة والعلماء في الاهتمام بوضع قواعد المنطق؟ بيقول لي هنا يعد المنطق سجلا لتعامل العقل البشري مع الواقع المتغير. يعني ايه؟ وعايز يقول لك ان المنطق نشأ اول ما الانسان اتوجد على الارض. ليه؟ هو امتى الانسان استخدم عقله؟ مش احنا قلنا في التعريف اللغوي ان المنطق هو العقل او هو الكلام الصادر عن العقل. طيب العقل البشري امتى الانسان بدأ يستخدمه؟ اول ما ربنا خلقه. يبقى اذا المنطق نشأ بايه؟ بنشأة الانسان. وهو ده اللي بيقوله، نشأ بنشأة الانسان ووجوده على الارض، وفضل بقى يتطور على مدار العصور. يعني ايه؟ يعني كل ما ظروف العصر بتتغير، كل ما ظروف الدنيا بتتغير، المنطق كمان بيتغير معاه. تمام. المنطق كمان ايه؟ بيتغير معاه. فلما كانت طبيعة العصر اللي احنا عايشين فيه الجانب الذهني الخالص، جاء المنطق صوريا. يعني ايه الحتة دي يا جماعة؟ يعني ايه كانت طبيعة العصر الجانب الذهني الخالص؟ معنى الكلام ده ان كانت طبيعة العصر التركيز على الموضوعات المعنوية المجردة او الغير مادية اللي ملهاش علاقة بالواقع ولا ليها علاقة بمشاكلنا، زي معرفة اصل الوجود، زي معرفة مكانة الانسان، زي معرفة صانع العالم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. كان الاهتمام في العصور القديمة بالجانب الذهني الخالص، يعني بالموضوعات المعنوية او الغير مادية او الغير واقعية او الغير مرئية. بصوا هنا في عصر ارسطو كان التفكير ذهني خالص، لذلك نجد ان منطق ارسطو ركز على صورة الفكر. يعني ايه ركز على صورة الفكر؟ يعني ركز على الشيء المجرد المعنوي الغير مادي او الغير مرئي او الغير واقعي. تمام. زي ايه؟ زي الاستدلال المباشر، مربع ارسطو، والاستدلال غير المباشر اللي هو القياس، وده هندرسه في المنطق وهنعرفه كويس في الدروس اللي جاي. المهم يعني عايز اقول لك ان العصور القديمه ما كانش فيه اهتمام بالواقع ولا بمشاكلنا الحياتيه، كان الاهتمام بموضوعات معنويه مجرده، موضوعات ذهنيه خالصه. يعني ايه؟ يعني موضوعات معنويه مجرده غير ماديه وغير واقعيه. تمام. وغير مرئيه. طبيعه العصر النهارده بقى بتركز على الواقع المتغير، وبتركز على الحركة الحادثة ومعايشة الحركة الحادثة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا النهاردة المنطق وكل العلوم بتركز على الواقع، وبتركز على مشاكلنا الواقعية، وبتركز على القضايا الحياتية اللي احنا بنعيشها، وبتحاول ان هي تطبق القواعد بتاعة المنطق وقواعد الفلسفة وعلم النفس وكل العلوم، بتحاول ان هي تطبقها في الواقع ونستفيد بيها في حل ايه؟ مشاكلنا. زي المنطق الرمزي. المنطق الرمزي يعني ايه منطق رمزي؟ هنعرف دلوقتي المنطق الرمزي ده ايه. تمام. ده نوع من المنطق يطبق في الدوائر الالكترونيه. يعني ايه دوائر الكترونيه؟ يعني في البرمجيات، التطبيقات اللي انتوا بتنزلوها من على المتجر دي اسمها برمجيات. تمام. معموله بحاجه اسمها الدوائر الالكترونيه، والدوائر الالكترونيه هي طبعا نتاج للمنطق الرمزي. يبقى اذا هنا المنطق الرمزي اللي اكتشفوه في العصر الحالي، تمام، المنطق دوت تم تطبيقه في الواقع، اخترعنا بيه حاجات واكتشفنا بيه حاجات احنا بنستخدمها ونستفيد بيها في حياتنا. طيب، استخدمت كلمة المنطق من جانب الفلاسفة والعلماء في مختلف العصور بمعاني مختلفة. تعالوا نشوف. هنبدأ بفلسفة اليونان وبصفة خاصة أرسطو. ماشي. أرسطو اعتمد في وضع علم المنطق على أفكار هيراقليدس وسقراط وأفلاطون. يعني أرسطو يعني الراجل ده بيرجع الفضل في أفكاره وفي تأسيسه لعلم المنطق لأساتذته هيراقليدس وسقراط وأفلاطون. ويعد أرسطو الواضع الحقيقي لعلم المنطق، وأفرد له العديد من الكتب. يعني إيه؟ اتألف له كتب كتيرة جدا. تمام. عرف المنطق بأنه آلة الفكر. يعني إيه؟ يعني المنطق هو الأداة أو الوسيلة اللي بتساعد الإنسان على التفكير الصحيح، وجعل المنطق مدخل لكل العلوم. يعني إيه؟ يعني المنطق القواعد بتاعته بيتم استخدامها في كل العلوم. تمام كده؟ طيب
ده بالنسبة لمين؟ لفلاسفة اليونان. نروح بقى لعلماء المسلمين الفارابي والغزالي. الفارابي بيقول المنطق هو اللغة الفوقية التي تقدم للعلماء على مستوى المفاهيم قائمة نموذجية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده ان المنطق هو اللي بيضع القواعد والقوانين لكل العلوم. ماشي، اكتبوها كده جنب منها لو معاكم الكتاب. يعني الكلام الفارابي معناه ايه؟ معناه ان بيقدم المنطق للعلماء في كل العلوم قوانين وقواعد بتساعد في بناء هذه العلوم. يعني قواعد الرياضة من اللي حطها علماء المنطق، قواعد الكيمياء، قواعد الفيزياء، اي قواعد وقوانين موجودة في اي علم من العلوم هو اللي وضعها مين؟ علم المنطق. يبقى اذا هنا المنطق هو اللغة الفوقية وفقا لرأي مين؟ الفارابي. زي المثال ده كده بيقول لي المنطق يزود عالم اللغة بمجموعة من القوانين التي تساعده في بناء خالي من اللبس. ومش بيزود عالم اللغة بقوانين بس، بيزود كل العلماء في كل العلوم بقوانين تساعدهم في بناء علمهم. طيب نروح للغزالي. أعلى من شأن المنطق، رفع من قيمته وقال عبارته: لا يوثق بعلمه من لم يدرس المنطق. يعني ايه؟ يعني اي حد مش بيدرس قواعد المنطق ما تثقش في علمه. ليه؟ لان اخطائه هتبقى كتيره. مين العلم؟ انهي علم من العلوم اللي بيقلل اخطائنا؟ هو المنطق. يبقى اذا انت لو ما درستش منطق يبقى علمك هيبقى مليان ايه؟ مليان اخطاء وغير موثوق فيه. يرى ان المنطق الا تعصم الفكر من الخطا، يعني بتقلل اخطائك. يرى ان المنطق لا يحاب رايا ولا يعادي موقفا، ولا مع راي ولا ضد راي. تمام؟ على الحياد يعني ايه؟ يعني ولا مع حد ولا ضد حد، مع الحق، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده. المنطق ليس حكرا على الفلاسفة، يعني لا يقتصر على الفلاسفة فقط، بل هو آلة عامة ذهنية لكل البشر. أي إنسان ممكن يستخدم قواعد المنطق، مفيش أي مشكلة. منذ القرن ال19 وحتى الآن تطور المنطق وأصبح أكثر اقترابا من مناهج الرياضيات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما المنطق بيستخدم الألفاظ بقى يستخدم الرموز بتاعة الرياضة والأعداد. تمام؟ واصبح يعالج موضوعات ونظريات جديده اغفلها المنطق القديم. المنطق القديم بتاع زمان، بتاع الجانب الذهني الخالص اللي كان بيهتم بالموضوعات اللي ملهاش علاقه بحياتنا ولا بمشاكلنا ولا الواقع. تمام؟ النهارده لا، المنطق بقى بيقدر ان هو يطبق في الواقع، وبقى يقدر ان هو يحل مشاكلنا، وبقى يقدر ان هو يساعدنا في اختراع اكتشافات جديده والوصول لابتكارات جديده بتفيدنا في حياتنا. فاذا هنا لما تحول المنطق للمنطق الرمزي والرياضي، لما تحول الى استخدام الرموز والاعداد بدلا من الالفاظ، اصبح ليه استخدام في حياتنا وفي الواقع بتاعنا المتغير. هي دي نشأة المنطق يعني بشكل بسيط. في سؤالين كده على نشأة المنطق، تعالوا نشوف السؤالين دول بيقولوا ايه. رقم 1 بيقول لي: إن العالم الذي لا يمتلك المنطق لا يعتد بمعرفته. يعني إيه؟ يعني العالم اللي ما يدرسش المنطق ما تثقش في كلامه، واللي قال الكلام ده الغزالي. طيب نروح لرقم 2. لقد اهتم الكندي بالمنطق واعتمد على الخطابة والشعر، وحاول وضع معاني عربية للمنطق يصف ما قام به الكندي. معنى المنطق عند مين؟ بيقول لك الكندي اعتمد على المنطق في الخطابة وفي الشعر وفي المعاني العربية، يعني استخدم قواعد المنطق في اللغة العربية. واللي قال الكلام ده مين؟ اللي قال الكلام ده الفارابي. تمام كده؟ طيب أهمية المنطق. رقم 1: المنطق بيساعد الباحث على فهم مبادئ وأسس الاستدلال المنطقي ومناهجه. يعني ايه استدلال؟ الاستدلال معناه الانتقال من المعلوم للمجهول. عندك معلومات، المعلومات دي بتوصلك لنتيجة، تمام؟ او انت بتستدل من المعلومات دي على نتيجة. هو ده الاستدلال، هو ده الايه؟ الاستدلال. اللي بيساعدك على فهم مبادئ الاستدلال هو المنطق. دي رقم 1. رقم 2: يساعد المنطق على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة. يعني عندك معلومات عايز تميز بين المعلومات الصح والغلط، قواعد المنطق هتساعدك. مثال: المحامي يستطيع أن يميز بين الأدلة الصحيحة والغير صحيحة التي يدلي بها المتهم. رقم 3: بيساعد المنطق على تحرير الفرد من تأثير العاطفة والاستهواء والإشاعات. تمام؟ ما تخليش العاطفة تسيطر على عقلك. تمام؟ الاستهواء يعني ايه؟ القابليه للاستهواء فاكرينها؟ دي بتاعت سنه اولى، معناها ان انت تصدق كلام حد
من غير ما تتأكد من صحة الكلام بالأدلة والبراهين. المنطق بيحررك من تأثير الاستهواء، والإشاعات طبعا إيه مش بتسيطر عليك. مثال: أثناء قيام باحث بدراسة ظاهرة انتشار البطالة لابد أن يستبعد مشاعره ويستخدم الموضوعية في بحثه. يبقى إذن هنا لابد أن يتحرر من العاطفة، تمام، ويكون موضوعي. رقم 4: يساعد على تنمية الاتجاه النقدي. يعني ايه الاتجاه النقدي يا جماعة؟ يعني ما تصدقش اي كلام يتقالك الا اذا كان في ادلة بتثبت صحة الكلام ده. مثال: القاضي يستخدم الاتجاه النقدي فيما يسمعه من الشهود. يعني ايه؟ يعني بيعتمد على الادلة، بيفحص الأدلة عشان يوصل لنتائج إيه؟ صحيحة. رقم 5: يساعد الإنسان على اختيار ألفاظه بدقة. في ألفاظ يا جماعة بتبقى مش واضحة في معناها، وفي ألفاظ ليها أكتر من معنى، تمام؟ فلما تختار ألفاظك بدقة مستحيل تقع في الغلط، أو مستحيل حد يفهمك غلط. مثال: عندما يكون باحث الدراسات العليا بكتابة بحثه بيختار ألفاظه بدقة عشان الدكاترة الباحثين ما يفهموش البحث بتاعه غلط، وده ممكن يأذيه ويضره ويضر البحث بتاعه. طيب، رقم 6: يساعد في تنمية الروح العلمية للفرد. يعني ايه؟ يعني ايه الروح العلمية للفرد؟ يعني بيخليه يستخدم المنطق، بيخلي الباحث وبيخلي الفرد يستخدم موضوعات التعريف ومناهج البحث. مناهج بحث زي ايه؟ مناهج البحث زي الملاحظة، زي التجربة، وغيرها من المناهج. لما يجي باحث او عالم يستخدم الملاحظات والتجارب، طبعا ده هيوصل لقانون صحيح بنسبة 100%. انت دلوقتي لما تعمل تجربة او ملاحظة لظاهرة انت شفتها، او ظاهرة انت عملت لها تجربة، النتيجة اللي انت بتوصل لها ديت بتبقى نتيجة صح بنسبة 100%. ليه؟ لان انت عملت تجربة. يبقى اذا احنا لما نستخدم مناهج البحث ونستخدم العلم بنوصل لقوانين في النهاية صحيحة وخالية من الايه؟ من الاخطاء. تمام كده؟ طيب، نحل ايه؟ اسئلة اختبر نفسك على اهمية دراسة المنطق. رقم 1 بيقول لي: يخلصنا المنطق من تأثير الحب او الكره. بيقول لك حب وكره يبقى عاطفة، يبقى بيحرر الفرد من الايه؟ من العاطفة. رقم 2: يساعدنا المنطق على التمييز بين العبارات التي نستخدمها استخداما عشوائيا وبين العبارات التي يمكن أن تكون بداية للتفكير المنطقي والعلمي. عبارات يعني بيساعدنا على اختيار ألفاظنا بدقة. طيب، نروح بقى الرقم 3: المنطق لا علاقة له بصحة أفكارك أو خطأها، وإنما له علاقة بصور الأفكار. فالمنطق يساعدك على التأكد من صحة أو خطأ البرهان الذي بين يديك. استخلص من العبارة إحدى فوائد المنطق في حياتنا اليومية. هو المثال واضح جدا هنا، التمييز بين الصح والغلط، يعني التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة، ودي أحد فوائد المنطق تقريبا، اللي هي رقم 2. دي اللي كتبته لكم اهوت. يعني ايه؟ كتبت لكم اهو التمييز بين الادله السليمه والغير سليمه. دي تاني واحده في فوائد المنطق، لان بيقول لي هنا التاكد من صحه او خطا البرهان، يعني التمييز بين الادله السليمه والغير سليمه. نروح بقى ليه المنطق واللغه. علاقه المنطق واللغه بتظهر في نقطتين. رقم 1: المنطق يدرس التفكير الانساني. المنطق بيدرس التفكير. طب الانسان بيفكر ازاي؟ يعني انت دلوقتي انا سألتك سؤال وانت فكرت في الاجابة، هتجاوب ازاي؟ هتتكلم، تمام، هتستخدم الفاظ اللغة والجمل والعبارات بتاعت اللغة. يبقى اذا هنا المنطق بيدرس التفكير، والانسان بيفكر عن طريق او بيستخدم اللغة في تفكيره. يبقى اذا دي نقطة بتربط المنطق باللغة. اهو الانسان التفكير، اللغة بتظهر في شكل عبارات وجمل والفاظ، كما ان الفاظ اللغة تكون جوفاء وبلا معنى اذا لم تعبر عن فكر معين. يعني انت دلوقتي لو اتكلمت كلام والكلام ده مش بيعبر عن فكر معين وملوش معنى، يبقى اذا هنا اللغة ديت او الالفاظ دي ملهاش اي لازمة. يبقى اذا هنا في علاقة بتربط بين المنطق واللغة، لان المنطق بيدرس التفكير، والتفكير الانسان بيفكر عن طريق اللغة. يبقى اول نقطة بتربط ما بين المنطق واللغة هي المنطق بيدرس التفكير الانسان. ولذلك بيقال ان اللغة هي الفكر المنطوق، والفكر هو اللغة الغير منطوقة. ماشي؟ اي ان تعريف الانسان بانه حيوان ناطق يساوي تماما تعريفه بانه حيوان مفكر او او عاقل.
بصوا الامثله دي هتفهمنا النقطه الاولانيه دي اكتر. المفكر الاسلامي ابو حيان التوحيدي بيرى ان في شبه ما بين المنطق والنحو، فبيقول النحو منطق لغوي والمنطق نحو عقلي. تمام. هو المقصود بكلام ابو حيان التوحيدي ان النحو بيضع لنا القواعد السليمه لاستخدام اللغه، والمنطق بيضع لنا القواعد السليمه للتفكير السليم. تمام. طيب اهم مباحث المنطق، تاني نقطه بنربط فيها بين المنطق واللغه، وهي ان اهم مباحث المنطق هو الاستدلال. هو ايه يا جماعه؟ الاستدلال. يعني ايه استدلال؟ قلت لكم من شويه، هو العمليه اللي بننتقل فيها من المعلوم للمجهول. يعني معلومات بنتقل منها الى نتيجه مجهوله. طب احنا بنعبر عن المجهول والمعلوم ازاي؟ بالالفاظ والجمل، بنتكلم. تمام. طيب لذلك فدراسة المنطق لابد أن تبدأ بدراسة الألفاظ، ودي بتسمى عندنا الحدود المنطقية. الكلام ده بقى هناخده بالتفصيل الحصة اللي جاية. تمام. الألفاظ عندنا في المنطق اسمها الحدود المنطقية، والجمل عندنا في المنطق اسمها القضايا. خدوا بالكم من المسميات ديت، ده طبعا بداية الشغل المهم الحصة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. تمام. لما أجي أقول لك كل الفاكهة طعمها لذيذ، دي معلومة أهو. والرمان فاكهة، دي معلومة. هنوصل في النهاية النتيجة إذا الرمان طعمه لذيذ، ده المجهول. هو عايز يقول لك إن دي معلومات بتوصلني لنتيجة مجهولة. هو ده الاستدلال، هو ده الاستدلال. طب تعالوا نحل السؤالين دول على علاقة المنطق باللغة باختصار كده. المنطق واللغة بنربطهم ببعض من خلال نقطتين. النقطة الأولانية، المنطق بيدرس التفكير، والإنسان بيعبر عن التفكير بالألفاظ والجمل. دي أول نقطة بتربط المنطق باللغة. رقم 2، أهم مباحث المنطق الاستدلال، والاستدلال هو الانتقال من معلوم لمجهول، والإنسان بيعبر عن المعلوم والمجهول باستخدام برضو الألفاظ والجمل. يبقى إذن هنا النقطتين دول بيعبروا عن علاقة المنطق باللغة. تعالوا نشوف السؤالين دول كده. النحو آلة يعرف بها صواب التراكيب اللفظية، والمنطق آلة يعرف بها صحة المعنى أو خطأه. نستخلص من العبارة علاقة بين المنطق واللغة. هي علاقة إيه؟ علاقة تكامل. ماشي. العلاقة من المنطق واللغة علاقة إيه؟ تكامل، ليست تضاد أو تقابل أو ترادف، ولكن علاقة إيه؟ تكامل. عايز أقول لك هنا إن المنطق واللغة الاتنين بيكملوا بعض. رقم 2، يرى توما الإكويني أن المنطق هو الفن الذي يكفل لعمليات العقل الاستدلالية قيادة منظمة خالية من الأخطاء. تمام. تشير العبارة إلى أن العلاقة بين المنطق واللغة علاقة إيه؟ علاقة توافق. طبعا لأن العلاقة ليست تسارع وليست تضاد وليست يبقى إذن هنا علاقة المنطق واللغة قد تكون علاقة تكامل، قد تكون علاقة تكامل، وقد تكون علاقة توافق. تمام كده؟ طيب التدريب الأولاني على المنطق، الجزء اللي احنا شرحناه. السؤال رقم 1، يشبه المسطرة التي نستخدمها في الخطوط لكي لا نخطئ في رسمها بصورة مستقيمة، وذلك لمساعدتنا على توجيه عقولنا بطريقة صحيحة. تمام. طيب مسطرة بنستخدمها، هي قواعد بنستخدمها علشان ما نغلطش لكي لا نخطئ. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى القواعد اللي بنستخدمها علشان أخطائنا تقل، وده تعريف المنطق اصطلاحا. رقم 2، يقول ابن سهلان مميز لصواب الرأي بحيث تتوافق العقول السليمة على صحته. هو يقصد هنا ان قواعد المنطق بتعصم الفكر من الخطأ. تمام. مميز لصواب الرأي يعني ايه؟ يعني بتعصم الفكر من الخطأ. واللي قال الكلام ده الغزالي. نروح لرقم 3، العلم الذي يدرس العلاقات المختلفة بين الحدود في قضية ما ووضع القواعد التي تجعل القضايا التي ترتبط ببعضها البعض صادقة، وقد أسماه جورج بول جبر المنطق. يوظف ذلك معنى المنطق عند مين؟ طبعا كلنا هنقول فلاسفة القرن ال19. ليه يا جماعة؟
جبر المنطق يعني ايه جبر؟ يعني رياضة. والمنطق الرياضي او المنطق الرمزي ده كان فين؟ عند فلاسفة القرن ال19. رقم 4، علم المنطق يقوم على إخضاع الفكرة للتحقيق والتقصي وجمع الأدلة والشواهد بموضوعية والوقوف على مدى صحتها، ومن ثم إصدار الحكم بقبولها أو عدمه اعتمادا على معايير معينة. نستخلص من العبارة أهمية المنطق في حياتنا اليومية، حيث يساعدنا على إيه؟ طبعا عايز اقول لكم على حاجه، طالما هنا بيقول لي تحقيق وتقصي وجمع ادله، طالما هنا بجمع ادله يبقى ده نقد. ده معنى الايه؟ النقد. لان انا قلت لكم النقد معناه ايه؟ معناه ان انا ما صدقش اي كلام او اكذبه الا لما اتاكد من صحته بالادله والبراهين او الادله والشواهد. اذا طالما هنا قال لي تحقيق وتقصي وجمع الأدلة والشواهد عشان أقف على مدى صحتها، يبقى ده معنى الاتجاه النقدي وتنمية الاتجاه النقدي. طيب نروح لرقم 5. عندما يتعرض المنطق للألفاظ فإنه يبحث في أحوالها العامة ويترك الأحوال الخاصة لعلم النحو. هنا بقى في رقم 5 يعني بيقول لي إن المنطق بيبحث في القواعد العامة. تمام؟ يبقى إذا هنا يقصد إن المنطق هو اللغة الفوقية. ماشي؟ هو اللغة الإيه؟ الفوقية. يبقى إذا هنا ده الفارابي. 6. المنطق الذي يستخدم لاختبار مدى سلامة القضايا، كما أن له استخدامات هامة في مجال العمل مع الأجهزة مثل الحواسيب والدوال الكهربائية. هنا في رقم 5 المثال بيشير للمنطق الرمزي. تمام؟ ليه؟ لأن المنطق الرمزي هو اللي اتطبق في الواقع، هو اللي استخدمناه في الاختراعات والاكتشافات الحديثة، هو اللي استخدمناه في الحواسيب وفي البرمجة وفي الدوال الكهربائية. تمام؟ هنا طبعا المثال بيشير للمنطق الرمزي، يبقى فلاسفة القرن ال19. رقم 7. يهتم المنطق بتوليد معرفة جديدة باستخدام قواعد واستراتيجيات معينة في التنظيم المنطقي لمعلومات متوفرة بالفعل. تمام؟ طيب المثال هنا بيشير إلى قواعد يعني مبادئ. كلمة قواعد إيه؟ بيستخدم قواعد يعني بيستخدم مبادئ، يبقى إذن هنا فهم مبادئ وأسس الاستدلال. رقم 8. يقول فرانسيس بيكون: من يبدأ بقناعات يصل إلى شكوك، ومن يبدأ بشكوك سيصل إلى قناعات. تمام؟ تجسد العبارة السابقة إلى إيه؟ طبعا هنا المثال بيشير برضو للاتجاه النقدي. كلام بيتصدق وكلام ما بيتصدقش، ده معنى النقد بالاعتماد على الايه؟ بالاعتماد على الادله والبراهين. يبقى الكلام بيشير الى معنى النقد، تنميه الاتجاه النقدي. المنطق. رقم 9 هو علم القوانين التي تفيد في طرق الانتقال من المعلومات الى المجهول وشرائطها، بحيث لا يعرض اللفظ لا يعرض الغلط في الفكر. يعني هنا يقصد ان المنطق بيعصم الفكر من الخطأ، وهو علم القوانين التي تعصم الفكر من الخطأ، والكلام ده اللي قاله الغزالي. نروح لرقم 10. يرى ابن سينا في كتابه مقدمة الإشارات انه مبتدأ ننتقل منه إلى العلوم الطبيعية. في السؤال رقم 10 هنا يقصد هنا ان المنطق هو مدخل لكل العلوم. بيقول لي انه مبتدأ ننتقل منهم الى العلوم الطبيعية، يعني مدخل لكل العلوم، واللي قال ان المنطق مدخل لكل العلوم هو ارسطو. رقم 11. العلم الذي يميز بين الأحكام والعمليات الذهنية الصحيحة والأحكام والعمليات الذهنية الفاسدة. تمام؟ هنا يعني يقصد هو العلم اللي بيميز بين الكلام الصح والكلام الغلط، والكلام دوت في معنى المنطق ايه؟ لغوي، معنى المنطق اصطلاح. 12. وصف ابن سينا المنطق بأنه خادم العلوم، إذا ليس مقصورا على نفسه. خادم العلوم يعني هو أداة أو آلة بتخدم كل العلوم، فهو آلة الفكر، وده الكلام بتاع مين؟ بتاع أرسطو. رقم 13.
دعا إلى ضرورة ترتيب العلاقة بين اللفظ والمعنى على أساس برهاني ينطلق من الواقع القائم ويجعله السلطة العليا التي تحكم آراءه. تمام؟ طبعا هنا يقصد ان المنطق هو اللغة الفوقية اهو، يجعله السلطة العليا التي تحكم آراءه، يبقى اذا هو اللغة الفوقية، وده كلام مين؟ ده كلام الفارابي. رقم 14 يحذرنا المنطق من سرعة تصديق آراء الآخرين دون مناقشة أو فحص. يبقى إذا هنا نستخلص إحدى فوائد المنطق، وهي إيه؟ الروح النقدية أهو، ما تصدقش أي كلام إلا لما تتأكد منه، ده معنى النقد. رقم 15 الكلام، خد بالك طالما قال الكلام أو قال الألفاظ يبقى ده المنطق لغويا على طول. نروح لرقم 16 إن من الأمور المسلم بها إن دراسة المنطق والوقوف على مبادئه ليست لفئة دون فئة أو لجماعة من العلماء دون الأخرى، بل يجب أن تكون دراسته هي الخط المشترك لكل الدارسين والمتخصصين. تمام؟ ده معناه إيه؟ بيقول لي هنا ما ينفعش المنطق يبقى وهو ومبادئه ماشية تبع ناس وناس تانية لأ. تمام؟ ما ينفعش ليس لفئة دون فئة، يعني ما ينفعش ينحاز لرأي ويبقى ضد رأي تاني. وده معناه مين؟ وده معناه لأن المنطق لا يحاب رأيا ولا يعادي موقفا، وده كلام الغزالي. كان هناك ضرورة لإعادة ترتيب العلاقة بين الألفاظ والمعقولات، أي بين النحو والمنطق، على أساس أن ترجمة علم المنطق إلى العربية تعد الخطوة الأولى الضرورية لتأسيس المنطق في ثقافة تقوم أساسا على النحو. تمام؟ يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى الإيه؟ إلى أن المنطق هو اللغة الفوقية. تمام؟ هو المنطق إيه؟ هو اللغة الفوقية، لأن هنا بيقول لي إن علم المنطق هو اللي أسس علم النحو. ماشي؟ هو اللي وضع القواعد اللي ساعدت النحو انه ما يبقاش فيه اخطاء. يبقى اذا هنا يقصد كلام الفارابي، وهو ان المنطق هو اللغة الفوقية. رقم 18 فيلسوف وصف المنطق بصفته المعيارية بوضع معاني للصواب والخطأ. التمييز بين الصح والغلط ده كلام الغزالي. رقم 19 فيلسوف أسرى بعلمه المنطق وهذب مسائله وبحث في كتابات من سبقوه واستدعى العلم من قلب العلماء، أنتج وأضاف من الأطروحات والكتب ما جعله يمهد للنشأة، ولقب بالمعلم الأول. المعلم الأول هو أرسطو، ده رقم 1، واللي بحث في كتابات من سبقوه زي هرقليدس وسقراط وأفلاطون هو برضو أرسطو. 20 علم المنطق يفيدنا في التعبير عن المعاني التي لا نملك مصطلحات توازيها. لا نملك مصطلحات توازيها، مصطلحات يعني ألفاظ، يبقى بيساعدنا على اختيار ألفاظنا بدقة. نروح لرقم 21 يقول ابن سينا إن المنطق هو العلم الذي يضع لنا القواعد التي يتم على أساسها الانتقال من أمور نسلم بصحتها إلى أمور أخرى تلزم عنها، وده معنى الاستدلال. أمور نسلم بصحتها ده المعلوم، ماشي، هننتقل منها إلى أمور تلزم عنها اللي هي النتيجة، فده معنى الاستدلال. ده معنى الإيه؟ الانتقال من معلوم إلى مجهول أو إلى نتيجة، وده معنى الايه؟ الاستدلال. يبقى زي يساعدنا على فهم مبادئ واسس الايه؟ الاستدلال. رقم 22 يقول احد الفلاسفه ان المنطق هو تقليد شفوي حي لعمليه التخصص المنطقي واكتساب الخبره المنطقيه التي تساعدنا في بناء نسق خالي من الغموض. ماشي، الكلام ده كلام الفارابي بالنص من علماء المسلمين، هو اللي قال ان المنطق هو اللغة الفوقية اللي بيضع القواعد، او اللي بتضع الايه؟ القواعد لكل العلوم وكل المجالات زي اللغة. ماشي، بتساعد المنطق، قواعد المنطق بتساعد في بناء النسق خالي من الايه؟ من الغموض. الكلام ده هتلاقوه بالنص في كلام الفارابي من علماء المسلمين. رقم 23 توصل الحسن بن الهيثم الى ان
النور ينعكس من الأشياء على العين فيحدث الإبصار، وظهرت تطبيقاته في اختراع الكاميرا. اختراعات يا جماعة بقى وتجارب ومنهج علمي يبقى بيساعد على تنمية الروح العلمية. رقم 24، الفكرة تؤخذ من العبارة، والعبارة ما هي إلا الوجود الخارجي للفكرة. يبقى إذن هنا بيربط ما بين الفكرة والعبارة، يعني بيربط ما بين الفكرة واللغة. يبقى إذن ده علاقة المنطق باللغة، مع العبارة هي اللغة. 25، موضوع المنطق الصوري هو أن يضع القواعد التي تجعل الفكر متفقا مع ذاته. بتجعل الفكر متسق مع ذاته، يعني الأخطاء قليلة. يبقى إذن هنا ده الغزالي. 26، دعا أحد الفلاسفة إلى ضرورة الاهتمام بدراسة الكلمات والأصوات وعلاقتها التركيبية ودلالتها. اللي دعا لدراسة الكلمات والأصوات وعلاقتها وجعل المنطق لغة فوقية، تمام، هو الفارابي. نروح لرقم 27، علم المنطق ليس مصدرا للأفكار، وإنما هو الكاشف عن الصحيح من الأفكار والفاسد منها. التمييز الصحيح عن الفاسد، يعني تمييز السليم عن الغير سليم. 28، المنطق يستخدم قضايا من نوع تقريري يعتمد على العقل في إقامة البراهين وليس الوجدان. تمام. طيب يبقى إذن هنا بيتكلم على الوجدان، اعتماد على العقل وليس الوجدان، يعني التحرر من العاطفة. ما هو الوجدان هو العاطفة يا جماعة، الوجدان هو الايه؟ هو العاطفة. تمام. طيب نروح لرقم كام؟ 29. قال لي كلمتين، الفكر والبرهان. ده طبعا معنى المنطق لغويا، لان هنا لما تفتح المعجم هتلاقي المنطق معناه الفكر او هو البرهان. لما يجيب لك كلمة كده في سؤال يبقى ده كلمة مشتقة من الايه او مأخوذة من المعجم. معنى المنطق الفكر، تمام، او معنى المنطق البرهان. يبقى كده جاب لي كلمة واحدة بس في السؤال، يبقى ده معنى كلمة المنطق في المعجم. المنطق لغويا. رقم 30، لقد أراد أحد الفلاسفة أن يقرب المفاهيم الفلسفية اليونانية إلى العقلية العربية الإسلامية، وكان في ذلك ملتزما بالمعاني الثابتة للألفاظ كما وجدها في العربية الفصحى. الالتزام بالمعاني الثابتة للألفاظ ده طبعا الفارابي اللي جعل المنطق اللغة الفوقية. 31، تقول الدكتورة أميرة مطر إن أرسطو توصل إلى كثير من التصنيفات المنطقية من خلال دراسته للنحو اليوناني. تشير العبارة إلى أن العلاقة بين المنطق واللغة، قلت لكم هنا العلاقة بين المنطق واللغة يا إما تكامل يا إما توافق، يبقى هنختار هنا الإيه؟ التكامل. نروح لرقم 32، إن النحو والمنطق يشتركان من ناحية الموضوعات، فالمنطق موضوع المعقولات، أما النحو فموضوع الألفاظ. اللي ربط بين النحو والمنطق هو الفارابي، لأنه قال إن المنطق هو اللغة الفوقية. 33، يقول أرسطو إن المرء فيه وسعه أن يستعين بالقوالب النحوية لكي يستطيع أن يكشف عن أحوال الفكر. العلاقة من المنطق واللغة علاقة إيه؟ تكامل. 34، انتقال أرشميدس من الملاحظة التي أدركها بحواسه إلى اكتشاف قانون الطفو الذي ساهمت تطبيقاته في تصميم السفن. ده طبعا تجارب، يبقى علم، يبقى تنمية الروح العلمية. 35، المنطق نوع من المعرفة لابد من اكتسابه وإتقانه قبل تعلم أي علم الآخر. يبقى إذن هنا المنطق مدخل لكل العلوم، ده كلام أرسطو. لازم تتقن العلم قبل أي علم تاني، يبقى المنطق مدخل لكل العلوم. 36 بيقول لي المنطق يساعد في تأليف الجمل بصورة صحيحة، فهو آلة لأنه لا يدرس لذاته بل لغاية ومقدمة لعصمة اللسان. بصوا هنا، اللسان يعني الكلام يعني الألفاظ، يبقى اختيار ألفاظنا بدقة. 37،
يساعدنا على ألا نسلم إلا بما نقتنع به من خلال حجج عقلية واضحة وبراهين دامغة غير قابلة للشك أو التشكيك. شك وتشكيك وبراهين واعتماد على أدلة والكلام ده كله قلنا كذا مرة الاتجاه النقدي. نروح لرقم 38. يقول الدكتور نايف إن مصطلحات العلم المنطق، وفي النهاية بيقول لي علاقة المنطق باللغة ايه؟ هتقول له علاقة توافق. احنا قلنا لما يقول لي علاقة المنطق باللغة ايه؟ يا اما توافق يا اما تكامل. 39. يقوم المنطق على الوضوح التام محاولا الابتعاد عن اي غموض. ماشي. الوضوح التام يقصد هنا بكلمة الوضوح التام وضوح الالفاظ، يعني اختيار الالفاظ بدقة. 40. يقول الدكتور زكي نجيب محمود إن الفكر هو التركيب اللفظي الرمزي لا أكثر. يبقى إذا المنطق الرمزي يقصد هنا المنطق الإيه؟ الرمزي، وده كان في القرن ال19. 41. برع البيروني في التوصل إلى حقائق فلكية كثيرة، حيث ساعدته دراسة المنطق على حبه للعلم والمعرفة. علم ومعرفة يبقى الروح العلمية، يبقى ينمي الروح العلمية لدى الفرد. 42. المنطق علمي يتصف بالحياد والموضوعية والبعد عن التحيز والذاتية. بيتصف بالحياد، خدوا بالكم يعني ايه؟ يعني لا يحابي رأيا ولا يعادي موقفا، يعني ولا مع رأي ولا ضد رأي، ده معنى الحياد. اللي قال ان المنطق بيتصف بالحياد والموضوعية او لا يحابي رأيا ولا يعادي موقفا ده الغزالي. 43. يهتم المنطق بدراسة أنواع مختلفة من الاستنباط والاستقراء التي تستخدم في مختلف العلوم السورية والتجريبية والإنسانية. بصوا يا جماعة، الاستنباط والاستقراء دول اسمهم أنواع الاستدلال. حطوا تحتهم خط، تمام؟ معاكم الكتاب، حطوا تحتهم خط واكتبوا فوق منهم ده أنواع الاستدلال. فلما تشوف استنباط واستقراء على طول تختار يساعد على فهم مبادئ الاستدلال وأسسه. نروح بقى للأسئلة. المقالي في رقم 1 بيقول لي ايه؟ عرف كانت المنطق بأنه علم القوانين الضرورية للذهن والعقل بوجه عام. عرف المنطق بلغتك الخاصة، يعني انت فهمت المنطق، ايه اللي تعرفه عن المنطق اكتبه. اديني اي معلومة تعرفها عن المنطق. زي مثلا ممكن اقول له ايه؟ المنطق هو العلم الذي يدرس القوانين العامة التي تمنع التفكير من الخطأ. ماشي كده؟ تاني، المنطق هو الايه؟ العلم الذي يدرس القوانين العامة التي تمنع التفكير من ايه؟ من الخطأ. السؤال رقم 2 بيقول لي يقوم المنطق بدراسة المناهج والمبادئ التي تمكننا من التمييز بين البراهين الصحيحة والايه؟ والباطلة. التمييز بين البراهين الصحيحة والباطلة يعني ايه؟ يعني التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة. تمام؟ وعايز مثالين عليها. تمام؟ التمييز بين البراهين الصحيحة والباطلة يعني ايه؟ يعني التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة. اديله ايه؟ مثال. ممكن تقول له مثلا المحامي بيستطيع التمييز بين الأدلة الصحيحة والغير صحيحة في القضايا التي تعرض ايه؟ عليه. تمام؟ المعلم يستطيع التمييز بين الإجابات الصحيحة والغير صحيحة في اختبارات التي تقدم للطلاب وهكذا. السؤال رقم 3. التفكير الإنساني معرض بطبيعته إلى الصواب والخطأ، لذلك هو بحاجة إلى قواعد تهيئ له التفكير السليم. حلل في ضوء دراستك لأهم مباحث المنطق. إيه هي أهم مباحث المنطق؟ أهم مباحث المنطق هو الاستدلال، والاستدلال هو العلم الذي ننتقل فيه من المعلوم للمجهول. مثال، بنرى الدخان نستدل على وجود النار. يبقى إذن هنا معلومات بنستدل منها على نتيجة. تمام؟ رجال البحث الجنائي بيقدروا يوصلوا للجاني من خلال معلومات وأدلة وبراهين بيجمعوها عن الجريمة، فبالتالي بيقدروا يوصلوا للإيه؟ للجاني. نروح بقى لرقم 4. إذا
سافر أحد أقاربك في رحلة وفور وصوله قيل لك أنه وصل بالسلامة، فإنك تلقائيا ستفكر أن قريبك لم يصبه أي أذى، وبذلك تكون قد استخدمت التفكير المنطقي. برهن بمثالين من عندك على استخدامك للتفكير المنطقي. هو المثال دوت بيشير إلى أن الإنسان العادي بيستخدم قواعد المنطق دون دراسة. ماشي، الإنسان العادي بيستخدم قواعد المنطق دون دراسة، وعايز مثالين على الحتة ديت. ماشي، ظهرت نتيجتك ولم تستطيع الذهاب للمدرسة، فأخبرك أحد زملائك بأن المدرسة كلها ناجحة، فتستدل على أنك ناجح، فبذلك تكون استخدمت قاعدة من قواعد المنطق، وهي ما ينطبق على الجزء ينطبق على ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء الذي يندرج تحته. تمام. رقم 5 يقول كنز المنطق هو العلم الذي يبحث في النواحي العامة للفكر، وموضوعه هو بحث مميزات الحكم لا كظواهر نفسية ولكن كتعبير عن معارفنا. اثبت صحة او خطأ المقولة في ضوء دراستك لاهم مباحث المنطق. اهم مباحث المنطق لسه قايل لكم في سؤال فوق هو الاستدلال، وقلت لكم الاستدلال هو الانتقال من المعلوم للمجهول، ومثال على ذلك بنرى الدخان فنستدل على وجود النار. رقم 6 بيقول لي يقول الغزالي إن المنطق كالميزان والمعيار للعلوم كلها. عقب في ضوء دراستك لمعاني المنطق. يعني أنا هنا هشرح الغزالي ماشي من علماء المسلمين، الكلام اللي قاله في نشأة المنطق هشرحه زي ما هو. رقم 7 يقول ابن خلدون المنطق آلة منطقية تعصم الذهن من الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة. وظف بمثال من عندك لأحد مباحث المنطق. أهم مباحث المنطق هو الإيه؟ هو الاستدلال يا جماعة برضو. ماشي، أو أهم مباحث المنطق هو الإيه؟ الاستدلال. هنحط مثال عليه واتكرر كتير معانا. رقم 8 على الفارابي. هنشرح الفارابي زي ما هو بيتكلم على الفارابي وبيقول لي حلل، يبقى هنشرح الفارابي زي ما هو في المنهج. رقم 9 يرى السجستاني أن النحو أشكال سمعية بينما المنطق أشكال عقلية. هنا بيربط ما بين النحو والمنطق، يعني بيربط ما بين المنطق واللغة. ماشي، استخلص العلاقة بين المنطق واللغة. هنا هنشرح العلاقة بين المنطق واللغة. الجزء اللي هو الأولاني اللي هو المنطق بيدرس التفكير الإنساني، النقطة الأولانية دي إيه؟ هنشرحها كده. تمام، هنشرحها زي ما هي كده. هنقول له المنطق بيدرس التفكير الإنساني، والإنسان يفكر عن طريق الألفاظ والكلمات والجمل، ولذلك المنطق واللغة وجهان لعملة واحدة. عايز تديله مثال، ممكن تديله مثال بتاع أبو حيان المفكر الإسلامي أبو حيان التوحيدي لما قال أن النحو هو منطق لغوي والمنطق نحو إيه؟ عقلي. تمام، بمعنى أن النحو بيحتوي على القواعد اللي بتساعد في بناء اللغة، والمنطق بيحتوي برضو على قواعد بس بتساعد في التفكير الصحيح. رقم 10 يقول ديكارت كل مشكلة قمت بحلها أصبحت قاعدة استعملتها بعد ذلك لحل مشاكل أخرى. تمام، يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى قواعد. خلاص، أنهي نقطة في أهمية المنطق؟ أنهي نقطة في أهمية المنطق؟ اللي هي أول نقطة. ماشي، المنطق بيساعد في فهم مبادئ وأسس الاستدلال المنطقي، وهتحط عليها إيه؟ مثالين. خلاص، طيب. رقم 11 يقول العلامة الدكتور محمد قاسم لست بعيدا عن الحق عندما أرى أن المنطق وأساليب التفكير ومناهج البحث هي أفضل الوسائل في بناء الصرح العلمي لدينا. استخلص من المقولة السابقة 2 من فوائد المنطق. المثال هنا فيه 2 من فوائد المنطق. ايه هما؟ النقطة الأولانية بيقول لي المنطق ليس بعيدا عن الحق، يعني المنطق بيساعدنا على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة. دي رقم 1. تمام، دي رقم 1. رقم 2 بيقول لي أساليب التفكير، يعني أنا بوصل للحق عن طريق أساليب التفكير ومناهج البحث. تمام، وبناء الصرح العلمي. يبقى إذن هنا المنطق بيساعد على تنمية الروح العلمية للفرد.
دي النقطة الايه التانية، احنا كده ايه طلعناه. رقم 12 علاقة الفكر باللغة. يبقى اذا هنا بيربط المنطق باللغة، بيقول لي حلل. هنشرح علاقة المنطق باللغة باسلوبنا. كده نكون خلصنا اول حصة في شرح المنطق باسئلتها. الحصة اللي جاية ان شاء الله هنبدأ بقى شغل مهم جدا في المنطق، وهو شرح الحدود المنطقية. الدروس اللي جاية دي مهمة جدا ومحتاجة تركيز عالي، فلازم نركز فيها، ولازم نحل عليها كتير علشان تثبت معانا. وكمان الحاجات ديت والمعلومات ديت هتفيدنا في سنة تالتة ان شاء الله. منطق سنة تانية، انواع الاستدلال، الاستقراء والاستنباط، الاستدلال المباشر والغير مباشر بتوع ارسطو، دول هيكرروا معانا السنة الجاية. فناخد بالنا ان احنا بنتأسس في المنطق، وده هيساعدنا ان شاء الله بإذن الله في العام القادم. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.